الوقف يا إخوتي من جملة ما يتعلق به خط المصحف الشريف. خط المصحف الشريف، المصحف الشريف الذي بين أيدينا، أول ما كتب، وقد شرحت لكم ذلك سابقا، أول ما كتب على قطع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الجلود ومنها بعض العظام وبعضها ما يسمى باللخاف، الحجارة البيضاء الرقيقة، يعني ما تيسر من أدوات بدائية كانت موجودة في العصر النبوي. كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه مقطع دعا من حضره من الكتبة فيكتبون وهو يملي عليهم، وينفض المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم راض عن تلك القطع، ولو كان في أي خلل لا نبه الوحي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ينبه الكتبة، فيعني ما في، إذا انفض المجلس فهذه القطع مرضي عنها. لذلك من جملة ما حواه المصحف، وكلنا يجد هذا في المصحف، أننا نجد أداتين، يعني حرف وحرف. مثلا نأخذ مثال أن مع كلمة لا، أن مع كلمة لا. أحيانا نجدها في المصحف كتبت أن لوحدها ولا لوحدها، وهذا هو الأصل. الأصل أن تكتب أن لوحدها ولا لوحدها. مثلا إن ما أحيانا نجد إن لوحدها وما لوحدها، وفي كثير من الأحيان نجدها كتبت مدغمة، يعني كلمة واحدة، إما، مع أن أصلها إن ما. كذلك ألا التي تكلمت عليها منذ قليل، لما نجد أحيانا أن لوحدها ولا لوحدها، وأحيانا نجدهما قد كتبتا على نية الإدغام، ألا كلمة واحدة. فحفص رحمه الله كان يتبع خط المصحف في هذه الأمور، فما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم موصولا، يعني إذا وجدنا في آية ألا مكتوبة كلمة واحدة مع أن أصلها أن لا يقف حفص على أن مضطرا أو مختبرا، لا يقف على أن، وإنما يقف على الكلمة الثانية ألا. أما إن كتبت في المصحف الشريف أن لوحدها ولا لوحدها، فإن اضطر أو اختبر الإنسان في الوقف على هذه، له أن يقف على أن وله أن يقف على لا، له الوقف هنا وهنا. إذن حفص رحمه الله كان يراعي الوقف على رسم المصحف في أغلب الأحيان، في أغلب الأحيان. سنجد ذلك اليوم أمثلة كثيرة جدا سنصنفها تصنيفات. أولا مثلا ما حذفت منه الألف، هناك كلمات حذفت منها الألف في الرسم، فهل نقف عليها بإرجاع الألف أم بإبقائها محذوفة الألف؟ الألف حذفت لالتقاء الساكنين، مثلا نقول قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، أيها آخرها ألف، لكن لما نقول أيها المؤمنون نصل أيها بكلمة المؤمنون فإن ألفها تسقط للتخلص من التقاء الساكنين. هذا من حيث النطق. أما من حيث الخط فقد كتبت أيضا محذوفة الألف على نية الوقف، عفوا على نية الوصل، استغفر الله، على نية الوصل. فهل إذا وقفنا عليها نعيد الألف المحذوفة؟ يعني هل نقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها، أم نقول أيه لأنها كتبت محذوفة الألف؟ كان حفص يراعي رسم المصحف فيقف بحذف الألف. عندنا ألفات محذوفة سيأتي معنا إن شاء الله أمثلة عليها، عندنا واوات محذوفة، عندنا ياءات محذوفة، عندنا ما رسم مقطوعا وما رسم موصولا. أما بالنسبة لما رسم مقطوعا وما رسم موصولا فقلت لكم كان حفص إن كتبت الكلمتان مفصولتين، مو حيث ما نقول إنما، مثلا إنما إن كتبت إن لوحدها وما لوحدها فله أن يقف على إن أو يقف على ما، إنما له وقفان اضطراري أو اختباري ولا يتعمد ذلك. أما إن كتبت موصولة إنما فلا يقف إلا على الثانية، الأولى لا يقف، لأنه إن وقف سيخالف رسم المصحف الذي انفض المجلس النبوي ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنه.
فأرجو أن ننتبه إلى ذلك.